رمضان زمان كان ليه طعم تاني خالص. أحلى وأجمل ذكرياتنا من وإحنا صغيرين هتلاقيها مرتبطة بشهر رمضان الكريم، اللي لما بيقرب بتبتدي الفرحة تدخل كل شارع وبيت في مصر، والجيران يبتدوا يتجمعوا ويلموا من بعض عشان يعلقوا الزينة والفانوس. بس سيبكم بقى من الكلام ده كله، زينة رمضان الحقيقية مش زينة الشوارع، زينة القلوب. ولما كنا أطفال صغيرين كنا ننزل الشارع ونمسك الفانوس ونحط فيه الشمعة ونولعها ونغني حلو يا حلو. ويا سلام بقى لما تفتح الراديو وتسمع أحلى أغاني رمضان القديمة، رمضان جانا وهاتوا الفوانيس يا ولاد. والروح دي بقى مش هتحسها إلا هنا في مصر. رمضان جانا وفرحنا بو. لما تفتح التلفزيون هتلاقي الأطفال بيغنوا عمو فؤاد عمو فؤاد عمو فؤاد أهو جه يا ولاد. ودي بقى كانت أشهر فوازير في الوقت ده، ودي كانت بيقدمها لنا الفنان الكبير الأستاذ فؤاد المهندس. كانت عبارة عن فوازير كانت بتتكلم عن مكان أو حاجة، عمو فؤاد كان بيلمح عنها بمعلومات بسيطة عشان في آخر الحلقة تعرف حل الفزورة. دول العلماء المخترعين. ولما كنا نلاقي الأطفال بيغنوا جدو عبده عامل إيه؟ زارع أرضه زارع إيه؟ دي تبقى فوازير جدو عبده، واللي كان بيقدمها لنا الفنان الكبير العظيم عبد المنعم مدبولي. جدو عبده راح مكتبته، جدو عبده رايح ليه. وقبل الفطار بحوالي 20 دقيقة كنا بنتجمع كلنا على صوت الشيخ محمد متولي الشعراوي، ونبتدي بقى نسمع القرآن الكريم بصوت الشيخ محمد رفعت، ونسمع بقى التواشيح بصوت الشيخ سيد النقشبندي. والآن حان موعد إطلاق مدفع الإفطار، ونسمع بقى صوت البومب والأطفال بترميه في الشارع، ونتجمع بقى كلنا على طبلية واحدة ونسمع الأذان بصوت الشيخ محمد رفعت اللي هتلاقيه بيرن في كل شارع وبيت في مصر. وانت قاعد بتفطر هتتفرج على بوجي وطمطم وزيكو وزيكا وعم شكشك. مين يقدر ينسى صوت الفنان الجميل يوني الشلبي، واللي كان بيقدم شخصية بوجي، وهالة فاخر اللي كانت بتقدم شخصية طمطم، وكانوا بإمكانيات قليلة قوي كانوا بيعلموا الأطفال ويدوهم رسائل. ولما بقى كبرنا شوية عشنا مع أبو كف رقيق وصغير بكار، وصوت الفنان الجميل محمد منير وهو بيغني أغنية التتر. بكار كان أول مسلسل مصري خالص واتذاع سنة 1998، وكانت كل حلقة منه بتدي رسالة أخلاقية للأطفال. ولما تسمع بقى فطوطة يبقى أنت بتتفرج على فوازير فطوطة وسمورة، واللي كان بيقدمها الفنان الجميل سمير غانم، وكانت بشكل كوميدي وبسيط. وشخصية فطوطة نجحت وكسرت الدنيا لدرجة إن هي بقت علامة من علامات شهر رمضان. ناس كتير ما تعرفش إن صوت فطوطة المسرسع ده جه بالصدفة وما كانش بيتخطط له، لأنهم كانوا قاعدين بيرجعوا شريط الحلقة، الصوت بتاع الشريط سف. فهنا سمير غانم خد باله إن هو عجبه الصوت، بحسه الفني بقى عجبه الصوت جدا، وقال بس هو ده صوت فطوطة. وبعدين بقى نلاقي الكاميرا الخفية والضحك اللي كان من القلب، مش زي دلوقتي الضيف بيبقى عارف قبلها بشهرين أو 3 ويبقى عارف كل تفاصيل المقلب. ناس كتير ما تعرفش إن الفنان الجميل فؤاد المهندس هو أول واحد قدم لنا الكاميرا الخفية. هي وبعديه جه الفنان الجميل أبو دم خفيف إبراهيم نصر، كمل تقديم الكاميرا الخفية وكمان طورها وابتكر لنا بقى شخصيات جميلة جدا برضو كانت علامة من علامات شهر رمضان الكريم، زي مثلا يا نجاتي انفخ البلالين عشان عيد الميلاد، وطبعا دي زكية زكريا، لدرجة إن هي اتعمل لها فوانيس في رمضان. يا نجاتي انفخ البلالين عشان عيد الميلاد. نجاتي ايه وبلالين ايه؟ وبعد كده ابتدت الكاميرا الخفية إن هي تتقدم في الاستوديو زي برنامج حسين على الهوا، واللي كان بيقدمه الفنان الجميل أبو دم خفيف حسين الإمام. وكان معكم متيحة حاتم، القاهرة. واهله عرضوه على دكاتره كتير لكن ولما نقول فوازير يبقى نيلي وشريهان اللي قدموا لنا مجموعة بسيطة وجميلة من الاستعراضات الغنائية،
وبدأت نيلي الفوازير سنة 1975، وبعديها شريهان سنة 1987. نيجي بقى البرنامج بدون كلام، وده كان برنامج ترفيهي بسيط جدا، وده كان بيقدمه الفنان الجميل أبو دم خفيف حسن مصطفى، وكان اسمه من غير كلام. واهلا وسهلا بيكم معانا في حلقه جديده من غير كلام. وبعد كده قدمه الفنان سمير صبري وبقى اسمه من غير كلام. فكرة البرنامج كانت بسيطة جدا، إنهم كانوا بيستضيفوا كبار المشاهير والنجوم في الوقت ده، وكانوا بيكونوا فريقين، وكان كل فريق منهم بيعبر عن فيلم أو مسرحية، بس كان المهم إن هي بالإشارات ومن غير كلام. وفي آخر اليوم بقى نسمع برنامج المسحراتي للفنانة بصوت جميل سيد مكاوي، وهو بيقول: اصحى يا نايم يا نايم اصحى، رمضان كريم. كل دي ذكريات عشناها وتربينا عليها واتعلقنا بيها في رمضان. عارفين أهم حاجة كانت بتميز رمضان زمان هي إيه؟ هي لمة العيلة والأهل والجيران والصحاب. وللأسف الموضوع دوت ما بقاش موجود كتير زي زمان، بس الحمد لله موجودة في بعض الأماكن والحواري والشوارع في مصر. السنة ال11 أهالي المطرية بيعملوا حاجة جميلة جدا، بيعملوا أكبر فطار جماعي، ومش في مصر بس، ده في العالم العربي. فبجد أنا هنا حاسس إن أنا واحد منكم، وأنا مبسوط جدا إن أنتوا عيشتوني في المود الجميل دوت بتاع رمضان زمان. شاكر جدا. احكوا لي عن أكتر ذكرى ارتبطت معاكم بشهر رمضان، وإيه أكتر شخصية أو برنامج حبيتوها؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه، وبقاله زمان غنوله شهر بطوله، غنوله أهلا رمضان. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه، وبقاله زمان غنوله شهر بطوله، غنوله أهلا رمضان. رمضان جانا أهلا رمضان، قولوا معانا أهلا رمضان. رمضان جانا أهلا رمضان، قولوا معانا أهلا رمضان.